مين فينا ما بيحبش غزل البنات؟ انا بستمتع جدا بغزل البنات، الولاد بيحبوه، الكبار بيحبوه. تعالوا شوفوا بقى الراجل اللي زهقان من الدنيا باللي فيها ومن عياله كمان. بصوا هو مش عاجبه اي حاجه الولاد بيعملوها، هم طبعا كل عيل بيعمل على قد مقدرته. تعالوا بقى شوفوا، بصوا قد ايه اللوحه الفنيه اللي البنوته دي هتعملها. انا بس عايزه اسالها سؤال، الحاجات دي بقى هل احنا ناكلها ولا نبروزها؟ يعني انا بيتهيالي دي تتاكل ولا تتبروز. انا عايزاكم بس تشوفوا قد ايه جمال اللوحه الفنيه اللي هي هتعملها. هي كانها بتنحت. بصوا بصوا، قولوا لي دي ناكلها ولا نبروزها. لا انا عايزاكم بجد تقولوا لي ايه رايكم. بجد مبدعه 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 بمعنى الكلمه. انا ما يهونش عليا اكلها بالمنظر ده، يعني بصوا منظرها تحفه. قولوا لي ذكرياتكم ايه مع الغزل البنات. وطبعا دلوقتي بقى متدلع، بقى بيقولوا عليه كوتون كاندي. اتفرجوا، انا عايزاكم بس تتفرجوا على الابداع. بصوا عايزاكم تتفرجوا على كميه الابداع بجد. الناس دي بتعمل حاجه هي بتحبها فبيبدعوا فيها جدا. الواحد بيفتكر لما كنا عيال صغيره طبعا ونفضل نجري ورا الراجل اللي بيبيعه، كان رخيص جدا، ما كانش بفلوس يعني، فكنا بنجيب ياما قوي. دلوقتي غزل البنات بقى ليه تمن. يعني تلاقي بيقول لك كيس، كنت في مطروح بيقول لك كيس ب5 جنيه، فاستغربت يعني كيس ب5 جنيه. بصوا 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 الابداع، ايه ده؟ قولوا لي انتوا ايه ده. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات اسمه ايه في بلدكم، واذا كنتوا بتحبوه ولا لا. وما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني منين. انا شيماء غريب، لو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي الكومنت اللي زي العسل اللي شبهك ولايك عشان بيرفعوا معانا الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات حلوه كتير تعجبكم. مع السلامه.